اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. اكتر سؤال جالي في التعليقات عندي على القناة وعلى الواتساب يا جماعة الفترة اللي فاتت هما الناس اللي عندهم قنوات يوتيوب وبيربحوا منها او بيكسبوا منها، او عندهم صفحات فيسبوك او انستجرام وبرضه بيجي لهم عليها ارباح. كل المشكلة اللي هم مفكرين فيها ان هو بسبب قرار البنك المركزي المصري بايقاف فيزا الخصم المباشر عن الشراء من خارج مصر بالدولار، ان هم كده كمان مش هيقدروا يستلموا ارباحهم من الفيسبوك او اليوتيوب او اي سوشيال ميديا هم بيكسبوا منها او بيجي لهم منها عوائد او ارباح شغالين عليها. طبعا الكلام ده كله غلط. ليه غلط؟ لان انت حضرتك رابط الحساب البنكي بتاعك. لازم يا جماعة نفصل بين الحساب البنكي بتاعك اللي هو انت فاتحه في البنك وبين الفيزا الخصم المباشر اللي مرتبطة بالحساب ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي لو عندك قناة يوتيوب او قناة او صفحة فيسبوك او صفحة على انستجرام وبتدخلك فلوس وعايز تربط مصدر لسحب الفلوس ديت بقى من اليوتيوب عندك او تجيبها من الفيسبوك، بتربط الحساب البنكي اللي هو رقم الايبان الدولي بتاع الحساب. يعني ايه؟ لو انت ما عندكش حساب بنكي بتروح اقرب بنك ليك، سواء بنك مصر او بنك الاهلي المصري او بنك السي اي بي او بنك الكيو ان بي او البنك العربي الافريقي او البنك العربي، اي بنك، بتقول له السلام عليكم انا عايز افتح عندكم حساب توفير. بتستلم ايه بقى بحساب التوفير ده؟ بتستلم رقم حساب مصرفي محلي داخل مصر، رقم حساب مصرفي ايبان دولي خارج مصر وده المطلوب، وبعد 15 يوم بتستلم فيزا الخصم المباشر. تمام الكلام؟ بتحط فلوسك في قلب حسابك البنكي ده وبتربط على جوجل ادسنس او الفيسبوك او الانستجرام رقم الايبان الدولي ورقم السويفت كود بتاع البنك، والارباح كل شهر بتنزل على حسابك، بتتحول من جوجل او من الفيسبوك او من انستجرام او من اي موقع تواصل اجتماعي او اي حد اصلا باعت لك فلوس بالدولار من بره مصر، بتوصلك عن طريق حسابك في الايبان الدولي داخل مصر بالجنيه المصري طالما الحساب بتاعك مفتوح بالجنيه المصري. تقدر تفتح حساب بالدولار؟ تقدر تفتح حساب بالدولار، واي حواله تجيلك من بره بالدولار بتستلمها بالدولار، ولكن بيكون لها متطلبات، واولهم ان انت لازم تودع في حساب في البنك تحط دولار، اقل حاجه $100 بتفتح بيها الحساب، والخصومات بتكون بالدولار، وبتستلم الحوالات برضه بالدولار. اما الحسابات البنكيه العاديه المصريه بتكون الحد الادنى فتح الحساب 2500 جنيه حاليا او 3000 جنيه، ده اقل حد ادنى، والفلوس ديت بتكون داخل حسابك وممكن تسحبها بعد كده لما يطلع لك فيزا الخصم المباشر. امال بقى ايه حكايه فيزا الخصم المباشر وموضوع الدفع الدولي؟ الفيزا ما عليك ان هي البنك المركزي المصري وقف الشراء من خارج مصر بالدولار، هي دي الفكرة. اما السحب او يعني لما حد يجي يبعت لك فلوس من بره مصر تجي لك هنا بتوصلك على حسابك البنكي بدون اي مشاكل وبدون اي حوارات. ده باختصار شديد جدا للناس اللي بتسألني دايما احنا نعمل ايه، احنا حالنا وقف، احنا فاتحين قنوات يوتيوب، فاتحين صفحات فيسبوك ومش عارفين بعد القرار ده احنا هنستلم فلوسنا ازاي؟ اطمن يا فندم، حضرتك هتستلم فلوسك بشكل طبيعي خالص من غير اي مشاكل، زي ما كنت ماشي قبل كده هتفضل ماشي. ولو انت اول مرة برضو زي ما شرحت لك في البداية طريقة فتح الحساب البنكي ازاي، هتروح تعمل الخطوات اللي انا قلت لك عليها في اي بنك داخل مصر، وهتستلم الايبان الدولي وتربطه بحسابك، بتربطه بحسابك على يوتيوب او على فيسبوك، والفلوس والارباح اللي بتطلع من الاعلانات هتجيلك بشكل من غير اي مشاكل خالص. ولكن هيكون في مشكله واحده بس، ان انت الفلوس اللي هتجيلك بالدولار ديت من بره مصر هتدخل حسابك المصري بالجنيه المصري وبسعر صرف البنك اللي هو تقريبا 30 75 او 31 جنيه. ديت كل الموضوع باختصار شديد. يا ريت الناس تكون فهمت الصوره اللي انا عايز اوضحها لك، لان انا جالي اسئله كتير جدا، عشان كده
عملت الفيديو ده انا عارف ان في ناس فاهمه الكلام ده، ولكن زي ما في ناس فاهمه في ناس مش فاهمه. اي حد عنده سؤال يسيبه لي في التعليقات، انا برد على جميع الاسئله. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، وتعمل لايك وشير للفيديو ده. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.